انا النهارده بقى عامله لكم تعاون مع قناه اسماء عادل. اسماء دي ميك اب ارتست يوتيوبر جميله جدا جدا، بتعمل فيديوهات حلوه قوي قوي، واحلى حاجه فيها ان هي غاويه تعمل ريفيوز. فقبل ما تفكروا تنزلوا تجيبوا اي حاجه وتطلع يا ترى حلوه ولا وحشه، ادخلوا على القناه عندها، هتلاقوها عامله لكم ريفيو عن كل حاجه تقريبا على الارض. شوفوها وتعلموا منها. والنهارده انا وهي عاملين لكم لوك سواري، لازم تشوفوا اللوك بتاعها واللوك بتاعي وتقولوا لي ايه رايكم. هسيب لكم اللينك بتاع القناه بتاعتها تحت علشان تدخلوا عليه وتشوفوا اللوك اللي هي عاملاه لكم. النهارده هعمل لكم لوك سموكي. هو عباره عن جراي في سيلفر على اسود، لانه طلب مني عشان في ناس كتير بتحب السيلفر. تمام، فهنبتدي مع بعض دلوقتي. زي ما اتفقنا قبل ما نبتدي الميك اب، احنا لازم نعمل مويسترايزنج لجلدنا. لازم نحط لوشن كريم للبشره على وشنا علشان تبقى بشرتنا رطبه، ويعني يلزق فيها الميك اب ما يسحش. في برضو معلومة أحب أقولها لكم، إن ساعات مثلا بيبقى كريم مكتوب عليه هاند كريم للإيد، أوكي؟ فتلاقي حد بيحطه على الوش. لا، هو الكريم بتاع الإيد غير الكريم بتاع الفيس، ولو كان ينفع للفيس كانوا كتبوا عليه فما نقلبش. الكريم بتاع البشرة بيبقى مكتوب عليه كريم للبشرة. الكريم بتاع الإيد ما بيستخدمش للبشرة، ودي حاجة بتقدروا فيها ترجعوا برضو للدكتور الجلدية بتاعكم. هنبتدي بالفاونديشن. ميديوم. ركزي في شغلك يا أستاذ. انا بحب الكونتور. انا اتكلمت قبل كده عن الكونتور وقلت ان الكونتور ما بيتحفظش، يعني مش كلنا نحط يعني مش كلنا هنمشي بنفس الشيب. انا مثلا بحب، يعني في ناس خدودهم عندهم العضله هنا بتاعت الخد اعلى من عندي، هم يقدروا الخط بتاع الكونتورنج يبقى هنا. لكن انا مثلا الحته دي عندي هي اللي انا عايزه ادخلها لجوه شويه، فعشان كده بنزل بالخط. فالحلقه بتاعت الكونتورنج هتشرح لكم اكتر. الكونتور الاولى عشان تبان ايه اصغر، كونتور الحتت دي عشان الرقبه. نبتدي بقى ايه نبلند. الاسبونجه دي قبل ما بتبداوا تبلندوا بيها بتبلوها عشان تبقى طريه في ايديكوا، فتبدا هي تعمل بلندنج للفاونديشن. ولو في اي حاجه زياده هي تقول، يعني هتمتصها يعني. دلوقتي بقى بمشي الاول على اللون اللي هو الناتشرال، اللي هو almost لون البشره. بعد كده هبدا بالسبونشه بقى ايه امشي على الحاجات اللي احنا قررنا نغمقها ونكونتورها. لو انت لابسه حاجه سواغيه ومفتوحه، انت لازم تحطي ميك اب على رقبتك و... و... يعني وجسمك، لان مثلا ما ينفعش نطلع في الدرس عندنا مثلا وشنا افتح او اغمق قوي من جسمنا.
بجانب ان الميك اب بيغير اصلا لون الجلد، يعني ما بيبقاش حتى لون الجلد طبيعي، علشان حاجه اسمها اللي هي الورم، بيعمل بالانسنج. يعني انا متكلمه في حلقه عن الفاونديشن وايه اللي بيعادل اللون، فبيبدا يبقى لونك مختلف. ممكن يبقى لون جسمك يبان مصفر كومبيرد، يعني مقارنه بلون الميك اب. فلو انت هتلبسي حاجه ديكولتيه، انت لازم الحته دي كلها تعملها يعني تحطي لها برده ميك اب. بس كده انا I'm almost finished، خلصت تمام زي ما اتفقنا. تاخدي وقتك اعملي بلندنج، عشان بالذات الحته اللي فيها كونتورنج الغامقه بتبقى اكتر حته محتاجه ان هي تعمل لها بلندنج. وخلاص قلنا قبل كده ان احنا بعد ما بنحط الفاونديشن لازم نحط عليه طبقه لوز باودر علشان تخلي الفاونديشن بتاعنا يثبت، وبعدها هنحط لوز باودر تحت الحته دي عشان احنا النهارده هنعمل سموكي، فطبعا ممكن حاجات تقع اور وات ايفر تبوظ لنا الميك اب. فاحنا نحط هنا طبقه لوز باودر بحيث لما نخلص يا دوب بالفرشه يعني بنزق كده الباودر بيقع بالحاجات الغامقه. هعمل بلندنج واكمل معاكم. انا دلوقتي خلاص حطيت لوز باودر على وشي، وحطيت بالاخص تحت عيني علشان ايه بقى يبهدل براحتنا. دلوقتي ده لوك هيفي، يعني هنحطه بالليل، فنزود شويه حاجات عن اللي في العادي احنا بنعملها. اول حاجه انا عايزه افتح تحت الحواجب، ممكن تستخدموا الناحيه دي، انا بحب استخدم الناحيه دي disregarding. انا ليه في اللوك ده لازم افتح تحت حواجب؟ لان اللوك ده هيبقى حتت فيه غامقه قوي، فعشان ما يبقاش عينيكي كلها غامقه، لا لازم يعني ايه عشان يبقى فيه فرق شويه. اوكي، بجانب ان عشان لما ترسمي حواجبك تبقى واضحه يعني. هحط هنا نقطه بيضه كده خفيفه، في ناس بتحبها في ناس ما بتحبهاش، up to you، لو ما بتحبهاش ما تحطهاش، بس انا هحطها عشان اللوك هيبقى الحتت دي هتبقى دارك قوي، فعشان توسع عليا. بصوا اي حاجه زياده كل ده هيطير في الاخر. this is why احنا بنحط لوز باودر. اوكي، ابتدي بالفرشه الصغيره دي، هبتدي بان احطه جوه، ده هيبقى متدرج. اوكي، المتدرج ده بيبقى حلو في حاجه ان هو هيدي عينيكي مساحه اكبر، يعني لو انت عايزه توسعي عينيكي كده شويه هيديها مساحه اكبر، وسبيشالي لو انت الحته دي عندك ضيقه. لو انت عينيكي واسعه، الجفن واسع، انت ممكن تبتدي الدارك سموكي اور وات ايفر من جوه. انا جفني مش واسع، فبحب ادي لنفسي هنا مساحه شويه، ان انا احط مثلا ابيض شويه، بعد كده جري اغمق سنه، بعد كده جري اغمق، بعد كده مثلا في الاخر اسود ونسحبه. ده بيدي للعين وسع قوي للجنب، فترايد. ده اي شادو ريفلون، صاحبتي جابتهولي فجربته، حلو لذيذ قوي، لو انتوا عايزين تجربوه. بعديها هنمسك الفرشة الأكبر شوية، وهمسك الفرشة الأكبر شوية وهحطها في الجراي. بصوا هو الحلو في الباليت دي ان هي اصلا 3 درجات جراي، يعني ابيض وجراي وسموكي اغمق شويه. ده لو حد يعني بيحب السموكي الجراي فاسهل له يعني يجيبها. هستخدم الجراي الاغمق بقى شويه،
وبعدها استخدم الجري الاغمق. هنا بقى علشان الدنيا ما تبص منكم ممكن تجيبوا حاجه كده سنها رفيعه زي ده، تعملوا خط وهمي علشان تشوفوا هتقفوا لغايه فين، يعني كده. اوكي، بحيث لما تلعبي بالاي شادو في الحته دي ما تخرجش عن الخط اللي انت عاملاه. وحتى لو حبيتي تمشي بايلاينر يبقى معمول، لان في ناس بشوفهم مثلا عاملين سموكي ومثلا نزل بقى منهم تحت وطلع فوق وحاجات كده. use this it will be just perfect for you. اهو عشان ابقى عارفه انا هقف فين اهو، وابدا بقى اشتغل ايه بالاي شادو بتاعي عادي. انا دلوقتي اللي بعمله انا بمسك فرشه زي دي. هو بلندنج ممكن يتعمل باكتر من فرشه، في دي بس دي مع يعني في الاول بتعملي بيها. انا دلوقتي عايزه يبقى في كيرف فوق العين، تمام؟ فهمسك فرشه زي دي اوكي، وابدا شويه كده ابلاند بلندنج. تقدروا بقى ان انتوا تحطوا من تحت مثلا ابيض علشان يوسع العين. بصوا هو الابيض ده ابيض كريتيكال، يعني الابيض ده بيبقى في عيون ناس حلوه جدا، في عيون ناس تانية بيبقى شكله بيل، بيخليهم شكلهم كانهم عيانين. فانا هجربه. انا في عينيا اتس اوكي، اتس نوت اميزنج، يعني هو كويس في عينيا، بس في ناس بيبقى حلو جدا في عينيها، في ناس تانية قشطه، وفي ناس تانية بيبقى وحش. فانتوا ممكن تجربوه. ده قلم كنت جايباه من ألف، اتس فاين، كويس مش وحش. نحطه جوه العين وتحتيها ممكن نحط بقى ايه اسود اور وات ايفر. فالحلو في الابيض بس حاجه واحده، ان هو بيدي مساحه شويه للعين. يعني لو واحده عينيها صغيره ممكن تمشي خط كده صغير جوه عينيها وتحتها تحط ميك اب. ما بيبقاش ساعات حلو قوي في الناس اللي مشها كثيفه، لانه يعني بيديهم شكل بيل. دلوقتي بقى هغمق قوي الحته الاخيره دي اوكي، وهمشي من تحت بالفرشه باي شادو اسود علشان الاي شادو بتاعك يبقى كويس. جيبي فرشه زي دي بليها حطيها في الاي شادو هيفرق معاكي خالص. انا دلوقتي بلت فرشه هوريكم بقى ازاي تفرق جدا يا بنات. imagine
وهمشي بيها كده خط، بعدين ازق الخط لفوق شويه سياحه عشان يبقى مدموج مع الرسم. كده احنا تقريبا استخدمنا جميع درجات الجريهات ووصلنا لغايه الاسود. نمشي بقى بيها تحت من تحت. وهفرقها عشان يبقى شكلها اكبر. مش عايزين تفرقوها دونت. في ممثله هنديه مشهوره غاويه تعمل الحركه دي، فكان في حد طلبها مني. فبيزيكلي انت هتجيبي الفرشه هتمشي كده، وبدل ما انت ماشيه لغايه فوق انت هتروحي فرقها لتحت، فهيبقى العين مسحوبه شويه. لو دي بالنسبه لكم هيبقى شكلها اوفر وانتوا خارجين بالليل، اقفوا لغايه اخر العين وهيبقى عينيكم كانها سموكي. لو انت بتستخدمي الاي شادو من غير ما تحطي عليه ميه، ما تسحبيهوش كده لان ممكن حبه منه تقع في النص، يبقى بتشيلي وبتحطي كده كده. لكن لو انت حاطه عليه ميه بيبقى ماسك نفسه شويه، ف اتس فاين. بس فده لوك اجريسيف. مش اي حد هيحب يعمله، هيبقى عايز شويه حد مستعد، يعني بيحب اللوك الخليجي الانديان ميك اب ميبي. لا زي ما اتفقنا انتوا ممكن الحته دي ما كنتش تعملوها، كان هيبان لوك سموكي عادي جدا. اوكي بس فور تشينج ما فيهاش حاجه لما نعمل كده. دلوقتي بقى ايه الخطوه؟ ايه اللي بيكمل الميك اب؟ اللي بيكمل الميك اب الرموش. هنحط ماسكارا عشان تشيل الرموش ونركب رموش. لو انت رموشك حلوه you don't need to انك تركبي رموش، مش انتيش محتاجه تركبي رموش. لو رموشك متوسطه وما بتحبيش تركبي رموش، ما عندكيش خلق، ما عندكيش وقت، وات ايفر، لان هي في ناس بتكرهها شويه عشان بتتقل على العين. حطي ماسكارا وبعد شويه ارجعي حطي ماسكارا تاني، يعني حطي اكتر من طبقه، هتخلي رموشك مهما كانت قليله شكلها برضو واضح شويه. دلوقتي بقى هنركب الرموش اللي هتكمل اللوك بتاعنا ده. الجلو، جيبي الرموش تمسكيها بايدك او بملقاط، انا خلاص ركبت الرموش تمام. دي انا عامله لها كيرلينج. لو انت الرموش بتاعتك حسيتي انها لسه نازله رغم ان انت حاطه ماسكارا قبلها، امشي تاني بطبقه ماسكارا، بس that's more than enough for me. دلوقتي بقى هزق بصوا يعني واقع حاجات بيضه، واقع حاجات جراي، ولا يهمنا بعدين احنا حاطين نوز باودر. بصي كله كده يا دوب بس تزقي يطير.
لو بقى مش حاطين لوز باودر بقى تلاقي حاجات جري، يعني نعمل ميك اب من اول وجديد عشان نصلحه. حواجب بقى، الحواجب دي اهم حاجه في اللوك اصلا. النهارده هعرض حواجبي شويه عشان تبان مع اللوك الاوفر اللي احنا عاملينه. انا كده غيرت رسمه حواجبي، انا عامله تاتو اوكي. فمش معنى انت عامله تاتو حياتك وقفت، يعني اتغير الرسمه بتاعه التاتو، that's totally fine. انت ممكن، يعني انا بص دلوقتي عرضت قوي قدام وخليت ده مجرد خط، you can do this يعني لغايه لما التاتو يروح. تفرق بقى، يبدا الميك اب يبان اول ما خلاص رموش اتركبت، ماسكارا تمام، يبدا بقى ايه حواجب تكمل الرسمه. دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ هنكونتور تاني بالباودر، ان انا احط هنا اغمق بس الحته دي، اغمق الحته دي، وبعد كده روج ونختار لون روج مع بعض. دلوقتي بقى هنحط نكونتور. كده عملنا بس كونتوري. بنفتح بقى، بنفتح شويه. انا اوريدي كنت حاطه هنا باودر بتاعت عشان افتح شويه. ونيجي للحظه الحاسمه بقى، نختار لون الروج. بصوا لون الروج it can totally change the look. يعني انت دلوقتي احنا عاملين الميك اب ده، انا بشوف ان انا لو احط حاجه very aggressive في عينيا يبقى الشفايف هاديه عشان ما يبقاش شكلي ايه اوفر. لو انت مثلا عايزه اللوك يبقى خليجي بقى او قوي قوي قوي، انت ممكن تحطي حاجه قويه في شفايفك، يعني تحطي احمر بيربل وات ايفر بقى اللي انت عايزاه، اتس اب تو. انا هحط حاجه نوت شويه عشان يبقى شكلنا ايه لذيذ. دلوقتي انا هرسم شفايفي عشان انتوا عارفين انا بحب اكبر شفايفي، فهنكبرها. انا عامله برضو حلقه عن تكبير الشفايف.
احنا كده اولموست خلصنا اللوك. دايما بعد ما تخلصي اللوك ارجعي بصي عليه، اتاكدي مثلا العين دي زي العين دي، الروج مظبوط، في حاجه محتاجه تتظبط. بس كده انا خلصت اللوك. يا رب يكون عجبكم. تابعوا كل حلقاتنا على البيج بتاعتنا على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. و thank you so much for watching. ديانا عياد.